السلام عليكم. تقريبا ده اسرع ماتش انا عملته في حياتي، عشان كده عايزك تكافئني بقى، يعني لايك، شير، تعليق، اشتراك، اي حاجه. بدأ ماتش الاهلي والزمالك باهدار ملعب السعوديه على ماتش فتاء وظهور خاص لكرش الظاهره واكتئاب توتي، واعتمد كولر على الكلاحه والتناحه والغتاتة والرزاله واي حاجه بتخليك ما بتعرفش تنام وتقعد تتفرج على الماتش عامل كده. واعتمد خوسيه جوميز على الف ب كوره، حافظ على الكوره وسلم للفاضي، بس طلع كولر حافظ بقيه الحروف وغلبه برضه. المهم الشوط الاول كان شوط مقرف، وانا ما رضينيش اكلمك عن حاجه مقرفه، وعشان كده قررت اديلك ملخص الشوط الاول من وجهه نظر الثروه بتاعتي. ايه كل ده؟ حقيقي الفلوس مع الهندوس. ايه كل ده؟ انت بتعمل بتبيع حديد يا ماجد؟ ايه يا حته مهند 011 2000 كله فدا تحسين النفس. ايه ماما يبقى قليل الحشيش في البطاطس. هي طلعت الحوجه مره عندكم انتوا كمان ولا ايه؟ انا مش هلعب لو هينزلوا بشريف ابو عين خضرا، ده مشي، ولا كهربا ابو عين سودا، ولا حتى صلاح محسن ابو عين كستناء. هو كل ده مش احنا كنا لسه بنلعب بالهلال والاتحاد جده، وحضر لنا 3000 نفر و640 جلابيه و82 علم وطفايه حريق. جدي التبديلات دي عادي، مش من زمن المقايضات، هتشيل لاعب ويدوك بالطين، هينزلوا لك واحد تاني. استر يا رب. ايه كل الضغط ده؟ احنا بنلعب بعقد لولي، دي كوره كفر. زيزو جايبين لك عرض حكايه، 5 سنين مع الشطور السعودي، منهم 4 سنين ونص معانا، وعليهم احمد فتوح هديه. ده بيلعب باك نصاب، خد الكره لوحده وزاغ مني. ايه التقل ده؟ هي الرجاله عامله نظام غذائي عند البيك. احنا ما بنلعبش ليه؟ انت بتلعب بتشكيله ماتش تاني؟ وايه كل الدفاع ده؟ انت بتدرب يوفنتوس؟ انا مالي واقع زي السلاحي في البريه كده ليه؟ ايه الوضعيه دي؟ بص الحمامه انت سافل. الكور ما بتخشش كده يا سلية، هجرب في نفسي واعلمك. كوبا حد يشيل دماغي من الشبكه يا جدعان. الحكم ده اكيد مش سعيد، شايفنا بنلعب بيها ومش عارف يلمسها، سيبوني اوصلها له. وقع امتى ده؟ انا كنت مركز في قوه ترباسي، يا رب ما تبقى بيلي. ما اكيد امنيتك مش هتتحقق، هو انتوا تعرفوا ربنا. انها ضربة جزاء لا تكن حكم. هندس على محمد عواد، كله الا الحق. زيق والهدف. يا نهار ابيض. ياه اكيد انت مش جاي تهزقني، عايز نرفع راسي فوقك مني مصري وكده. لا ده مش دراع، امال ده ايه؟ ده بنكرياس. هو حسين الشحات ده ما بيعطلش كرة في رجليه ولا ميسي. يا الحمد لله على السلامة ملك. ما تجيب لايك بقى وساعدني اوصل عشان اعمل لك حاجات اجمد من كده بكتير، وعشان اقول لك ان اثناء متابعتي للشوط الاول والتاني ما لفتش انتباهي حد خالص غير لعيب واحد تقيل على الدكه وتقيل في الملعب. اخر سبرنت عمله كان من 8 سنين، عرف ان ترند المشطشط خلص فقرر يبقى المشطب. موديست، نظافه، ريحه، توفير، وما لقيتش سبب لكل ده، وده اللي خلاني الجا للصحفي الكبير ابو المهازل. اهلا وسهلا بكم اعزائي المشاهدين في حلقه جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير، وهقول لكم باكتشافات جديده هتغير من مسار الكوري في السعوديه ومصر وسانت تيان. انتوني موديست تاجر سلاح من اصل سوفيتي متنكر في لاعب هدف القضاء على المانيا من مصر. فلو بصينا على ميلاد انتوني موديست سنجد ولد في ابريل عام 1988. 1988 هو العام الذي حدثت به حادثة قطار محطة ليون في باريس في فرنسا التي أتى منها موديست الذي لعب في هوفنهايم الألماني عام 2013. ألمانيا عام 2013 زيارة الرئيس الألماني لموقع مجزرة في فرنسا أثناء الحرب العالمية الثانية التي حارب بها الاتحاد السوفيتي ألمانيا التي أعطاها موديست أغرب صوابعه أثناء الاحتفال انتقاما منها. طب خد العويصة. في عام 1988 أرسل سوغنيليان تاجر السلاح الشهير في الثمانينات 26 طائرة إغاثية للاتحاد السوفيتي بعد الزلزال المدمر الذي ضرب إسباتك برمجان. سوغنيليان الذي ولد في الإسكندرية مصر التي يلعب فيها موديست مع الأهلي. واو. طب خد النهي العجيبة. كشف مارسيل كولر المدير الفني للأهلي عن مباراة ودية لعبها مع منتخب سويسري أمام منتخب مصر وخسرناها عام 1988. مارسيل كولر
1988 هو العام الذي ولد فيه موديست. مارسيل كولر صاحب قرار التعاقد مع موديست مع الاهلي الذي يلعب فيه موديست. وبشبك الخيوط اذن انتوني موديست تاجر سلاح من اصل سوفيتي متنكر في لاعب هدف القضاء على المانيا من مصر. بشكر الكابتن الكبير اللامع مهند على الاستضافه العظيمه دي، وبوعدكم بالظهور في حلقات جديده من برنامجكم اسرار وخبايا المستدير. سلام. الحمد لله على السلامه. حضنا عشان احكي لك اللي حصل في الشوط الثاني. يما ايه ده؟ الشوط الثاني كان شوط نايم، وصحي فجأة في الدقيقة 83 بعد اكتشاف قفشة بيه ثغرة في دفاع الزمالك ولعبها قلوطة توصل لإمام اللي هوبا 1-0 للأهلي. وبعدها في الدقيقة 93 الماتش مرضاش يخلص عادي عشان قفشة بيه ظهر تاني وبدل الدور مع إمام اللي رمح في المرتدة وعرضها لقفشة وهوبا 2-0 للأهلي. وبعد الأحداث اللي أنت شفتها امبارح دي قررت أديلك ملخص الشوط التاني من وجهة نظر باكو بسكوت اللوكس بتاعي. إيه القرف ده يا عمر؟ ده باص، بس أنا بارع في حاجة تانية. ما تقعد بقى يا أخي، أنا ما بحبكش. كل ما يجي يشوفني يعدي الكرة من حتة وهو يجري من حتة، ولا بلمها ولا بمسكها. تعالي بقى عشان أنا سكتلك وأنت هبلة أنت وعيالك. طفش يا جابر، بيضغطوا عليك منك حاطط فانيلة القرصان على عينك ومش شايف. تماس عليهم ايه؟ نزل ايدك يا عم طه حسين انت. لازم اعيش. خلاص يا قفشه انسى. محمود علاء فهمنا انت بتشوط القاضيه ازاي. استنى يا عم الحرامي، ما قالناش ان في اسيست اول شوطه. يا مرحب بالتالق. ايه ركلة مستر كاراتيه من صديق الامس ومنافس اليوم. واسكت بقى، زبيده الفورتيكا قاعده بتتكلم عن دقيقه المحشي وفوائدها وسايبه الفار. خليها علينا المرة دي معلش. فعلا حرص من انا سايب رجلي امانه في خط ال 18، اوعى حد ياخدها. مش عايزك تخاف، ده اول ديربي ليك. اخاف ايه؟ انا جاي الماتش ده عشان الحاج عبد الله عشرة العمر. اخر مره شفته كان مسلسل المال والبالون عرض اول. زي ما كنت انا بخاف عليه. خطيره شاط الكوره وجول. لا محدش يشتم بقى، ده مش دوري. انا جاي احيي حفله رفع الكاس. فين ال $50,000؟ عايز اجيب ترنجات وجلابيه العيد. دهب ده ما تنساش حق مصر، التهرب الضريبي جريمه. بص ايه، انا عايز $200 او اي هوبر في صينيه، مندي، منسف، محبس، اي حاجه. هي دي الاحتفاليه تمام. بيمطروا علينا رز بسمتي. الحمد لله على السلامه. انا جاي اقول لك شكرا وتسلم على وجودك، لان انت كملت معايا الفيديو لحد الاخر. وحاجه مهمه، ما تنساش تقطع منتجات الناس الزباله. وهنا مفيش ناس زباله، انا بشاور اشاره في المطلق. المهم استناني في فيديوهات جايه كتير، وانا كده خلصت. سلام.